انا احكي لك فد موضوع يعني. المخدرات مو بس من البصره او من كركوك او من المناطق الشماليه، على مدى 5 سنوات او 6 سنوات كانت تدخل عن طريق مطار بغداد الدولي وعن طريق المواد المكياج للمرحومه الدكتور رفيف الياسري والاخرى الموسوي. يعني هذه مواد كانت تدخلها وحده اسمها مادلين، الان قبل فتره انحكمت بالمتاجره بالمخدرات من قبل اجهزتنا الامنيه بعد 5 سنوات، لان رفيف كانت عندها علاقات كبيره مع ضباط متنفذين في وزاره الداخليه، وكانت البضاعه لم تفتش. وحتى من قتلت رفيف أنا أعرف من هو الذي قتلها، يعني في مادة الجيتو. هذه مادة الجيتو تعطى إلى المجانين، إلى الذي عندهم حالات نفسية يعني كبيرة، يعني المستشفى الشماعية وغيرها. ضابط في رتبة ملازم أول نعم. قام يجيب هاي مادة الجيتو إلى رفيف، وتم انه رفيف في دخولها الى البيت، واكو فيلم موجود عن رفيف، فيلم مصور يعني شلون هذا التصوير مال هروب السجناء، اكو فيلم شلون دخلت رفيف وشلون خلت المواد، هذا جيته في العصير البرتقال واصبحت جثه هامده. يعني كثير من الامور وكثير من المشاكل انا مطلع عليها، وتقارير كبيره جدا يعني، تقارير كبيره يعني، وذات معلومه استقصائيه مهمه جدا يعني. زين، أعيد السؤال اللي أنت تتجاوب عليه. من الذي قتل رفيف؟ يعني معروف يعني، حتى أنا ما أعرفه الأمنية أو لأن العباس ما أعرفه. السيد وزير الداخلية يعني صدر مذكرة قبض، لكن أكو جهات منعت دخول هذه القوات لغرض اعتقال هذا الشخص. يعني أنا يعني ما أذكر بالأسماء، لأنه هاي بعدين تصير مشاكل. أكو إحنا بعد ماكو دولة إنه هاي الدولة تحاسبني أو هذا، لكن أكو عشائر. هذا أنا هددت من العشائر يعني عشرات المرات، يعني كانت أقوى من حضور إلى المحاكم. يعني المحاكم بالله 500 دعوة يعني عليه، بس بعد شو يصير يعني. لكن الأكثر من ذلك هم العشائر.